السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية أنتم من يعز عليكم. رمضان مبارك عليكم. طبعا هذا أول يوم في رمضان. قلت أسوي لكم شوية مقتطفات من يومي في رمضان، مع أنها والله تاخذ مني وقت، بس قلت لعيونكم والله أصور لكم يعني يومي. إيش أسوي في بداية يومي؟ صحيت صليت الظهر، جلست أقرأ قرآن شوي إلى الساعة 2 كذا 2:30. بدأت أطلع الحاجات اللي تحتاج يعني إنها تذوب من الثلج. طلعت الدجاج المفروم واللحم، ملوخية كانت في الفريزر، حطيتها يعني خليها تذوب. البصل قلت بكشم به الدجاج المفروم، فعلى بال ما تسيح وكذا جلست شوي عند في الغرفة يعني أقرأ قرآن شوي، حتى بعد صلاة العصر كذا قلت يلا يا بنت، قبل صلاة العصر قلت أجهز الحلا على بال ما يبرد، على المغرب كذا يبرد ونتقهوى عليه بعد صلاة التراويح. فجهزت الحلا، طلعت الكاسات هذه قلت بسوي فيها الحلا، بما أن الكاسات هذه والله أحسب فيها 3، طلعت 2 بس. يلا ما عليه، إن شاء الله المرة الجاية إني أخذ يعني كذا واحدة بإذن الله. فقلت بديل هذه بسوي فيه هذه 2 والصغار هذه بسوي فيها الحلا. طبعا لازم بداية رمضان حلا دريم متواجد يعني بعد التراويح. طبعا هنا بسكوت عادي بدون زبدة ولا شيء، فتته يعني طحنته ورصيته في الكاسات هذه. طبعا بعد ما غسلتها ونشفتها وصفيتها في الصينية، هنا حطيت أول شيء طبقة البسكوت، بعدين حطيت طبقة الدريم. هنا حطيت البسكوت، حطيت طبقة البسكوت، بعدين حطيت طبقة الدريم وخلاص. بعد ما رصيت البسكوت حطيت هذه اللي الجيلي هذا بحطه آخر طبقة في الحلا. هنا علبة قشطة، 2 ظرف دريم ويب، كوب حليب. طبعا لازم الحليب يكون بارد من الثلاجة يا بنات. هنا علبة القشطة، يعني سهل ما في أسهل منه، بسرعة سويه حطيه في الثلاجة وروحي صلي العصر وبعدين كملي شغلتك. حطيت القشطة، بعدين أحط دريم، بعدين الحليب، وأبدأ أخلطهم وأحطهم في الكاسات، ما في أسهل منه. زي ما قلت لكم يعني اختصرت لكم الفيديو. إن شاء الله أني أسوي لكم كل يوم بيومه بإذن الله إن قدرت. نسيت بعد كوب يا بنات حليب باودر. خلاص أبدأ أخلطهم وأحطهم في الكاسات. زي ما قلت لكم إن شاء الله أصور لكم أول بأول بإذن الله إن قدرت. يعني تعرفون الشغال وكذا تاخذ منا وقت التصوير وكذا، فبإذن الله إني أكون يعني فاضية وأصور لكم. خلاص بعد ما خلطتها أحطها طبقة الدريم عليها وأحطها في الثلاجة، بعدين أبدأ أسوي طبقة الجيلي يا بنات. أخليها تبرد قبل ما أحط طبقة الجيلي. الجيلي هو عبارة عن كوب ونص موية على ظرف جيلي، أي جيلي أنت تحبونه، فراولة، برتقال، مانجا، أناناس، ليمون، أي شيء. وخلاص أبدأ أحطها في الكاسات. حطيت كوب موية، كوب يعني إلا ثلث. حطيتها على النار شوية تذوب، يا دوب يا بنات تاخذ لسعة بس بسيطة كذا وخلاص. هنا بردت الحلا، بعدين حطيت طبقة، انتبهوا يا بنات تحطونه والحلا باقي دافي يعني ما قد برد، حطوه بعد ما تبردونه. هنا خلطت جبن فيتا مع طبعا العشق. طبعا لازم عيالي ما يأكلون، مستحيلة يعني مر يوم
بدون سمبوسة البيض. طبعا أحط جبن فيتا مع شوية جبن سائل والبيض مسلوق. أبدأ أقطعهم كذا وأحشي فيهم السمبوسة الرقائق. طبعا وهنا الدجاج المفروم أبدأ أشوحه أول شيء الحالة في الطاوة، وأبدأ أبهره بعد ما ياخذ له شوية تشويحة أبهره، وعشان يطعم من البهارات وكذا. وأبدأ أحط الملح والبهارات. هنا بدأت أحط الملح والبهارات عليه عشان تاخذ، وبعدين أحط ثوم. طبعا الثوم عندي متفرزن زي ما قلت لكم، على طول أكسر منه وأحطه على طول. وبعدين أحط البصل والجزر، البقدونس، بصل أخضر، يعني على حسب، طماط. هنا حطيت البصل والجزر، وبعدها بعد ما أقلب شوية مع البصل والجزر والثوم خلاص بدأ كذا، خلاص أخليه تنشف مويته، أهم شيء تنشف مويته. وبعدين أحط الطماطم وأحط شوية معجون طماطم. وخلاص هنا بدأت أحشي سمبوسة البيض. طبعا صورت لكم شوي مقاطع شوي يعني قبل ما يداهمنا الوقت على ذا المغرب وإحنا ما سوينا شيء. وخلاص لفيت السمبوسة، يعني استوى كل شيء. خلاص قبل الأذان ب25 يمكن ب20 دقيقة أبدأ أرتب السفرة. طبعا بناتي الله يحفظهم ساعدوني. هنا بنتي سوت جيب التاجر، حشيناها بدجاج وجبن موزاريلا. طبعا بنتي اللي سوتها. وهنا سمبوسة الدجاج وسمبوسة البيض. وبدأنا نرتب السفرة. هنا السلطة، هنا التمر، هنا صينية البطاطس، تغميسات السمبوسة. وخلاص يا ربي لك الحمد. بعد ما أفطرنا قلت أخذ لي شاور، يعني أنشط شوي بما أني تعبت، ووقفة المطبخ والله تعب، ومع هذا البرد الله المستعان. بدأت أجهز حاجاتي، قلت باخذ لي شاور وأصلي المغرب، وبعد ما أخلص أروح يعني أسوي لي كم شغلة كذا، أنظف الطاولة كذا. بعد ما صليت قريت قرآن، جلست أقرأ شوي. رحت أشوفهم خلصوا فطور، أبدأ لملم معهم الطاولة. الصراحة أنا ما لميت كثير، يعني يا دوب شوي لميتها، هم اللي كملوا الباقي الصراحة. بناتي الله يحفظهم شلوا يعني الأغراض من على الطاولة، أنا بس شلت شوي. شلوها وحطوها في غسالة المواعين. طبعا يعني أكثر شيء مواعين يعني بعد الفطور طبعا أكيد. هنا بنتي الله يحفظها كانت بخر الصالة بعد ما مسحتها ونظفتها وكانت ست الأرض. أنا قلت لهم بريح، أنتم خلاص أنا مسكتكم فطور، أنتم رتبوا نظفوا أي شيء. هنا ولدي كويت له الثوب، قلت يلا صلاة التراويح بعد ما يروحون يصلون أستكن شوي في الغرفة على صلاة التراويح. هنا بنتي الله يحفظها يعني رتبت الغرفة هنا وجهزت لي غرفة، سويت لي قهوة وجلست نتقهوى. طبعا بعد التراويح بعد ما جو الله يحفظهم. طبعا هذا روتيننا في رمضان الصراحة. ما نختلف يعني كل سنة يا ربي لك الحمد، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. هنا بعد ما صليت التراويح خلصت، جاء زوجي والعيال، قلت أجهز لهم قهوة نتقهوى. الحلا بعد ما برد سويت قهوتي
قلت خلاص برتاح. كذا خلصت معكم روتين اليوم وفيديو اليوم، إن شاء الله ترقبوا الفيديوهات الجاية بإذن الواحد الأحد. وكذا خلصت معكم الفيديو، يعطيكم ألف ألف عافية ومع السلامة.